شويه. هنا لاعب وقف، هنا لاعب مستقبل مرسى هو اللي مسيطر على الكره، يخسر كورته اللاعب، يخسر كورته، يمسك اللاعب. وهنا ماهيش واضحه المسك طبعا، لكن هو باش نشوفوه المسك وين. شوف هنا، شوف لاعب، شوف اليد اليسرى لفريق مستقبل المرسى يمسك لاعب النادي الافريقي. لاعب النادي الافريقي طبعا ما يجتهدش باش يسقط آليا، المسك هذا اسقطه يتحمل مسؤوليته ركله جزاء. المسك راهو باليد اليسرى، ما هوش باليد اليمنى وموش اليد اللي على الظهر. تكونوا واضحين، كان نوضحها باش تكون اوضح. بالله السيد اي بالضبط. لا الاخرى اللي فيها الزوم واضح شيء واضح. هذه اليد اليسار هي اللي اسقطت، هي المسك هو اللي اسقط، مش اليد هي اللي اسقطت اللاعب. ولا انا حكمي مش على اليد، حكمي على المسك اللي باليسار. دونك ضربة جزاء النادي الافريقي اللي احتاج عليها عامر دربيل من بعد نورمالمون صحيحه. ركله جزاء صحيحه، تمركز جيد من الحكم ويتحمل مسؤوليته الحقيقه اللاعب. واللي عملوه الملاعبيه الحقيقه ريتو البارح زاده في باردو، ريتو اليوم غير مسموح، ولا الحكام عليهم. هنا لاعب نمشي، لاعب النادي الافريقي رقم 19 يظهر لي نخليها مع لاعب رقم 17. فما حد شيء لاعب رقم 10، دونك ما فما حد شيء على مستوى اللاعب 10 هنا. هل انه حمزه بن عبده يظهر لي ولا زعلوني ولا زعنوني مانيش عارف. زعلوني هكا. اي دونك هل انه لعب براس اللاعب والا لعب الكره؟ نشوفوا بوضوح هنا الكره. لاعب الافريقي لعب بالكره ومن بعد خلوط لاعب مستقبل مرسى، وبالتالي لا وجود لركله جزاء في هذه المباراه. وهذو هما زوج